اهلا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. جيتكم فيديو جديد. جبت لكم اليوم هذه لابيري بالكبده تاع الدجاج. انا ولادي ما ياكلوهاش مقليه، نحب نديرها لهم كيما هاك. جربوها نتوما، الا عجبتكم خلوا لي رايكم في التعليقات. وقبل لا نبداو الفيديو نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبداو مع المقادير. نحتاجو البنات 4 قطع من البصل تاع الربطه، نحتاجو 2 حبات كبار طماطش مرابيين، 400 غرام كبده، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه زيت، ونحتاجو مغروف طماطش قوطي. حطيت المقله فوق النار ودرت فيها هذيك الكبده ونخلوها تقلي. شوفوا البنات، بعد ما تشد روحها تبدا تطلق هذا الماء، نبداو نقلبوا فيها مره على مره حتى تشرب كامل هذاك الماء. بعد ما نشفت من الماء نديروا لها الزيت. هنا زدت هذاك الفلفل الاكحل والملح، نحركوها مليح البنات ونخلوها تتحمر. بعد ما نحيت الكبده درت هذاك البصل ونخليه يقلي حتى يطيب مليح. بعد ما طاب هذاك البصل زدت له هذيك الطوماطيش ونزيدوا له ثاني الطوماطيش تاع القوطي، نخلطوهم ونخلوهم يطيبوا ومره على مره نحركوه. نزيدوا له هنايا شويه ماء ونخلوه يعقد. هنا جبت البطاطا طيبتها في الماء والملح حسب افراد العائله. البطاطا نحتاجو هنايا زبده وعندي فرماج 3 حبات فرماج. نجيبوا الباتون نخلطوا كامل المكونات ونبداو نرحو فيه. بعد ما رحيناه مليح نزيدو حليب كونديا ونبداو نخلطو حتى تولي ملسه البنات. بعد ما طاب هذاك لاصوص زدت له الكبده وخليتهم واحد 2 دقائق وطفيت عليهم. نوري لكم البنات الشكل النهائي. شوفوا البنات الشكل النهائي. هنايا درت قلب حفرته من الداخل ودرت لاصوص. تمسح لي الفيديو البنات وانتوما ديروا الشكل اللي تحبوه. وصلنا البنات لنهايه الفيديو، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ونقول لكم تبقوا على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.